مرحبا، كيف حالكم؟ ان شاء الله تمام. رجعت لكم فيديو جديد. اول شغله طبعا حاطه بوريكم شو جايبه. حنروح حديقه. هلا هنا يعني بالحديقه. عم بوريكم شويه هيك نقعد فيها. كان اجازه نهايه الاسبوع يوم سبت، فقلنا شو نقعد هيك بالشموسه ونفطر. فهذه الحديقه وهي بتطل على على المرمراي على طول، يعني على البحر تماما زي ما انتم شايفين. هنعمل لفة فيها ونقعد شوية. شوفوا كيف الناس كلها يعني قاعدة، اللي جايب كراسي، اللي فارش على الأرض، اللي أصلا أوريدي فيها شوية كراسي وفيها أماكن ألعاب. فكنا جايبين إحنا أكل تركي. هذا البوريك بالكفتة، بوريك بالبطاطا. هذه أنا جايبة مخللات ومايونيز، وطبعا نسكافيه. كنت جايبة معايا نسكافيه. هدول انا افضل ناخد اللي مش كده، علشان هدول اصلا فيهم سعرات حراريه اكتر، بس ولكن لما تكون طالعه هدول باكيتات مناح. كنت جايبه معي كمان ميه طبعا سخنه، وكوبايه نسكافيه على البحر. حبيت اوريكم اياها والمنظر كتير حلو. تعالوا نقوم هيك نتمشى. انا افطرنا هلأ، تعالوا نقوم نتمشى واوريكم الحديقه كلها، اوريكم يعني المنطقه. فطبعا هم اكيد في اماكن الالعاب. هذا على الساحل موجود كتير زي كده. اول شغله لما جيت على تركيا يمكن انا استغربت كتير انه فيش رمل، يعني فيش منطقه ساحل كده على طول. وهذا طبعا موجود هنا في كل اسكودار. انا اسكودار هنا هذه تعتبر اخر محطه، او يعني اسكودار كبيره، انا اسكودار مركز، محطه في الطرف الاسيوي. وهذا الجسر، هذا الجسر جسر بوسفور أو الجسر الأول، ولكن حاليا هو اسمه يعني مسجل جسر شهداء تموز، علشان محاولة الانقلاب الفاشلة اللي صارت في تركيا واستشهد عليه كتير ناس. هيك أنا في آخر محطة، يعني كده أنت آخر ملي في الطرف الآسيوي. هناك هديك أوروبا، يعني أنت هنا بتنتقلي دائما من قارة آسيا وأوروبا، عشان انتوا عارفين اسطنبول نصها في الطرف الآسيوي ونصها في الطرف الأوروبي. شوفوا هذه أغلبها هنا مناطق كانت للعثمانيين، فهلا أغلبها هذه متاحف مساجد، لأنه كتير مركز إنه أنت تكوني على المية على طول. إن شاء الله نبقى نعمل فيهم يعني جولات. وهذا الجسر هناك، تعال بس أوريكم هناك نظام الفلل. أغلبها فلل يعني قديمة كتير لناس من قبل. تعالوا شوفوا كده. طبعا القعدة هنا يعني هذه حديقة طبعا على الشارع مجانية. في شايفين الجسر والمية. طبعا هذا بوسفور من بحر مرمرة. تعالوا نشوف كمان ايش في بكون. شوفوا يعني مثلا في كراسي. لقدام شوية اصلا هي محطة سفن. طبعا الانتقال بين الطرفين بصير بكتير طرق، ممكن عن طريق الجسر بسيارتك او بالباص، يعني في باصات برضه بتنتقل في عن طريق السفن. عن طريق طبعا مرمرة بحر، يعني قطار مرمرة او مترو المرمرة اللي بنزل تحت، اللي هو تحت في، يعني بتنتقلي من تحت البحر من جوا المية. وهدول كمان نظام الفلل. طبعا الكلاب اللي بيجوا على اسطنبول سياحة او بيشوفوا حيلاقوا الكلاب في كل جهة، بس ما تخافوا منهم، يعني هدول ما بيعملوا اي اشي، كأنهم مخدرين، بتحسوهم بضلوا نايمين يعني ما بتحركوا كتير. وهيك احنا بدنا نقدم نقدم لآخر نقطة، النقطة الأخيرة من الطرف الآسيوي. هيك أنا يعني في آخر نقطة، وهاي أوروبا. وهنا حتلاقوا كتير هدول ممكن تتأجر السنارة. يعني كتير الأتراك عندهم عادة إنه زي سوسة كده بتلاقيها بعض، يعني زي ما قلنا سوسة كتير متعودين عليها، بيحبوا يجوا يصيدوا بالسنارة. فحتلاقوا السنارة موجودة والعدة، شوفوا أكتر من واحد. بتعرفي هيك بتتأجريهم وبقعدوا، ممكن يقعدوا بالساعات كده. فهدول حتشوفوهم غالبا في مناطق زي هيك. هي صنارة الصيد، أقرب لكم عليها شوي. وهذا الراجل بكون معه كل العدة، انه في بتكوني عدتك او ممكن تتأجريها.
هي شغلة لطيفة، بس لحد عنده طولة بال وبحب هالشغلة، لأنها صراحة بالنسبة لي يعني الموضوع كتير ممل إني أقعد ساعات هيك أستنى السمك. بتمنى تكونوا انبسطتوا معايا بشكل البحر والحديقة والشكل كله، وهيك ممكن أقول لكم مع السلامة.